فين بقى؟ ما هو مش موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلابي في الصف الأول الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين. بداية سنة جديدة وإن شاء الله سنة خير علينا كلنا. إن شاء الله يا حبايبي في الترم ده، الترم كله عند سعادتك بيتكلم عن قارة أفريقيا. بنبدأ الترم بيعرفك الأول على موقع قارة أفريقيا والكشوف الجغرافية بتاعها. فعايزك تركز معايا كده. إن شاء الله الدرس الأول عندك متقسم لأربع حاجات. أول حاجة هيكلمك فيها عن الموقع الفلكي، موقع جغرافي. بعد كده بيتنقل معاك لأهمية الموقع ده، ثم الكشوف الجغرافية، وآخر حاجة عندك الخريطة السياسية لقارة أفريقيا. فعايزك بقى تحضر كوباية الشاي الجميلة بتاعك وتركز معايا. آخر بص يا فندم، وزي ما أنا معودك طبعا أنا متعود على حاجة معينة. حضرتك ما ينفعش تخش الدرس وانت مش فاهم معنى اسم الدرس اصلا. قارة افريقيا عندي والكشوف الجغرافية، فانا عرفت ان هو يكلمني بشكل كامل عن قارة افريقيا. الموقع بتاع قارة افريقيا دي موجودة فين؟ وبالنسبة لكلمة الكشوف الجغرافية فهي بتعبر عن الناس اللي اكتشفت قارة افريقيا. يا فندم، ما هو الانسان البدائي لما اتولد على الارض ما كانش يعرف ان في دول تانية موجودة في القارة، ما كانش يعرف حاجة اسمها قارة اساسا، ما كانش يعرف ان هو موجود في افريقيا. فعشان كده الكشوف الجغرافية لها دور كبير جدا في اكتشاف حياة الانسان داخل قارة افريقيا. صلى على النبي كده وركز معايا. اول حاجة عندي، تعالى بشكل ملخص وسريع جدا. قدامك دلوقتي خريطة قارة افريقيا، وانا متفق مع سعادتك ان انا هتكلم عن حاجتين: موقع فلكي وموقع جغرافي. طب هو ايه يا مستر احمد الموقع الفلكي اصلا؟ موقع الفلكي يا حبايب قلبي هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه؟ يعني حضرتك من اول رابعة ابتدائي لحد ستة ابتدائي وانت بتاخد حاجة اسمها دوائر العرض وخطوط الطول، واهميتها ايه؟ وعرفنا ان دوائر العرض دي بنعرف منها المناخ، خطوط الطول بنعرف منها السعه وبتحدد الموقع. بس حضرتك ما كنتش قادر تفهم هي خطوط الطول ودوائر العرض دي بتحدد الموقع ازاي. تجربه عمليه ممكن حضرتك تجربها معايا دلوقتي. افتح خرائط جوجل عندك على التليفون، اكتب اي موقع انت بتبحث عنه، هتلاقي في تحت اسم الموقع ده بالظبط ظهر لك مجموعه من الارقام كده. الارقام اللي ظهرت قدام سعادتك دي هي دي خطوط الطول ودوائر العرض اللي العلماء عملوها على الورق علشان الارقام دي تحدد انت في انهي مكان على الارض بالظبط. طيب لما اجي ابص عندي على قاره افريقيا، هلاقي ان قاره افريقيا بتقع بين دائرتي عرض 37.5 شمالا، 34.5 جنوبا. طيب وعشان تفهم حاجه برضك هي مش عندك، بس انا ما بحبكش تسمع وخلاص، انا عايزك تكون فاهم كل كلمه بتتقال. ليه دوائر العرض شمالا وجنوبا؟ لان دوائر العرض يا حبايبي هي عباره عن دوائر عرضيه، فلما باجي احسب الموقع بالنسبه لها بحسبها من الشمال والجنوب، وده عكس خطوط الطول. خطوط الطول خطوط طوليه فبحسبها من الشرق والغرب. فقال لي يا فندم قاره افريقيا عندي بتقع بين دائرتي عرض 37.5 شمالا، 34.5 جنوبا. طيب خطوط الطول، قال لي يا فندم والله بص، تقع بين خطي طول 51 شرقا و17 غربا. طب كسبنا صلاة النبي يا مستر أحمد. ايه اللي استفدناه بالارقام؟ اللي استفدناه يا حبايبي ان حضرتك لو جمعت 37 ونص و34 ونص هيظهر لك ان قارة افريقيا بيعدي فيها 70 دائرة عرض. ولو جمعنا 51 شرقا و17 غربا هيظهر لسعادتك ان قارة افريقيا بيعدي فيها 68 خط طول. وده بيفيدني في ايه؟ قال لك يا فندم ده بيدل على ان قارة افريقيا عندي فيها تنوع للمناخ عشان فيها 70 دائرة عرض، وفي نفس الوقت فيها تنوع في التوقيت من الدول عشان فيها 68 خط طول. وده بالمختصر المفيد الموقع الفلكي. طيب هل الارقام دي حفظ يا مستر احمد؟ لا، الارقام دي عند سعادتك عشان توصل لك وتقرب لك المعلومه مش اكتر. طيب انا كده اتكلمت عن الموقع الفلكي.
تعال اما نتكلم بعد كده عن الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي يعني ايه؟ احنا قلنا ان الموقع الفلكي ده موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب الموقع الجغرافي يعني ايه؟ قال لك يا فندم يعني موقع المكان بالنسبه للاماكن الاخرى، زي قارات، زي بحار، زي محيطات، زي دول مجاوره. يعني ايه؟ واحده واحده. مثلا لو جيت اقول لك اوصف لي بيت سعادتك او قول لي الموقع الجغرافي بتاع بيتك فين بالظبط. خلينا نضرب مثال عام عشان لو في حد مش من المحله الكبرى بيشوف الفيديو. حضرتك مثلا لو موجود في نزله السمان، فحضرتك اول حاجه هتقول لي انا من محافظه الجيزه، موجود في نزله السمان، جنبي الاهرامات، بعدي بشويه المتحف المصري الكبير. انت كده بتقول لي ايه؟ انت كده بتقول لي الموقع الجغرافي بتاع سعادتك. يعني بمعنى اصح الموقع الجغرافي ده بالمختصر المفيد الحاجات اللي بتطل عليها من الشمال واليمين والشارع اللي وراك والشارع اللي قدامك، الاماكن اللي حواليك، هي دي الموقع الجغرافي. طبعا استحاله اقول لك قول لي الموقع الفلكي بتاعك لانك مستحيل تعرفه. طيب ادي كده احنا قلنا على الخريطه بشكل سريع جدا الموقع الفلكي والجغرافي بتاع قاره افريقيا. طيب تعال نخش في الموضوع بشكل اوسع ونعرف كم معلومه على السريع كده. بص يا فندم، عندي والله قارة أفريقيا بتبلغ مساحتها 30.4 مليون كيلومتر مربع، وهي تاني قارة في العالم من حيث المساحة، يعني تاني أكبر قارة في العالم من حيث المساحة. طب مين الأولى يا مستر أحمد؟ الأولى عندك يا فندم هي قارة آسيا، وحضرتك لازم تبقى عارف إن الأولى هي قارة آسيا لأنها تيجي تأكمل في الامتحان كتير، ولازم تبقى عارف ومتأكد من معلومة الثانية ان قاره افريقيا المركز الثاني. رقم 30.4 مليون ده ما بيجيش، امال بيجي ايه؟ بيجي النسبه اللي بعدها ان كده مساحه قاره اسيا 20% من الكره الارضيه، اي خمس، بتاخد خمس مساحه الكره الارضيه. طيب تعال نكمل مع بعض واحده واحده. بص يا فندم، احنا اتكلمنا بشكل سريع جدا عن الموقع الجغرافي عندي لقاره افريقيا. طب تعال نخش في تفاصيل التفاصيل بقى. قال لي والله بص، انا لو جيت ابص على شمال وشرق وغرب قاره افريقيا هلاقيها بتطل عليا من حيث المسطحات المائيه. والله من ناحيه الشمال افريقيا بتطل على البحر المتوسط، وده بيفصلها عن قاره اوروبا. من ناحيه الشرق بتطل على مسطحين مائيين وهما البحر الاحمر والمحيط الهندي، والاثنين دول بيفصلوها عن قاره اسيا. اما من ناحيه الغرب فبتطل على المحيط الاطلنطي، وده بيفصلها عن الامريكتين اللي هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. طيب قال لك والله لازم تعرف شيء مهم جدا، قارة أفريقيا عندي بتطل على مسطحات مائية مهمة، وفي نفس الوقت بتطل على ممرات ملاحية هامة. طب يعني إيه ممرات ملاحية؟ ممرات ملاحية يا فندم دي بتبقى مضايق، ومضيق ده بيبقى ممر للسفن بيقع بين قارتين وبتمر فيه التجارة بين القارتين دول. طيب إيه المضايق اللي بتمر عليها قارة آسيا مهمة جدا؟ عندي والله زي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب. مستر احمد انت قلت لي ان المضيق ده بتبقى بيطل عليه قارتين. ايوه يا فندم. طب مضيق جبل طارق ده بيقع بين قاره افريقيا وقاره اوروبا، انما بالنسبه لمضيق باب المندب فده بيقع بين قاره اسيا وقاره افريقيا. طيب قال لك والله ولكن اسيا في نقطة اتصال بينها وبين أفريقيا، ودي نقطة اتصال مباشرة جدا. يعني إيه؟ يعني يا فندم المضايق دي عبارة عن مية، حضرتك محتاج سفن عشان تعدي تروح القارة التانية. ولكن قارة آسيا وقارة أفريقيا في بينهم اتصال بري، وركز في كلمة اتصال بري دي جدا. يعني هم متصلين مع بعض عن طريق البر، لازقين أرض في أرض. طب ده فين يا فندم؟ عند شبه جزيرة سيناء. ايوه يا حبيبي، ما هو انت لو عايز تروح قاره اسيا بشكل اسهل جدا عن طريق البر فحضرتك بتروح من شبه جزيره سيناء تبقى في قاره اسيا. وهنعرف اهميه شبه جزيره سيناء دلوقتي مع بعض، ولكن ركز معايا.
ادي كده عندي بالنسبه للموقع الجغرافي. حضرتك طبعا عندك مشكله في اي حاجه هتبعت لي رساله على الرقم اللي انا سايبه لك في الديسكربشن. طيب ركز معايا، تعالى نكمل كلام عن الموقع الفلكي. بص يا فندم، بالنسبه للارقام دي خلاص احنا قلناها وعرفناها يا مستر احمد. حضرتك تذكر معايا المعلومات كده اللي انت خدتها في 5 ابتدائي. عندك يا فندم كام دائرة عرض؟ عندك 5 دوائر عرض اللي هم ايه؟ عندي يا فندم قطبية شمالية، تحتها مدار السرطان، بعدها دائرة استواء، بعدها مدار جدي، الأخيرة عندي قطبية جنوبية. من ضمن ال5 دول في 3 رئيسيين بيعدوا من قارة أفريقيا اللي هم مين بقى؟ السرطان والاستواء والجدي. طيب وبالنسبه لخط الطول الرئيسي عندي فبرضه بيعدي من قاره افريقيا من ناحيه الغرب. ومعلومه زياده لحضرتك، خط جرينتش بيعدي من دوله الجزائر. ودي معلومه لحضرتك مالكش دعوه بيها، ما بتجيش في الامتحان، بس حضرتك عشان تبقى فاهم من غرب قاره افريقيا من عند دوله الجزائر. طيب قال لك والله من الموقع الفلكي بتاع قاره افريقيا بستنتج ايه؟ بستنتج ان قاره افريقيا مش موجوده في الجزء الشمالي بتاع الكره الارضيه فقط ولا الجزء الجنوبي فقط. ليه؟ يا فندم لان قاره افريقيا في تلت بيقع في الشمال وتلت بيقع في الجنوب. فحضرتك لما يجي يسالك في الامتحان يقول تقع قاره افريقيا في ثلث الكره الارضيه الشمالي فقط، تبقى غلط. هي في تلت في الشمال وتلت في الجنوب. طيب لو جه شغل دماغه عليك وعكس السؤال وقال لك قارة أفريقيا بتقع في تلك الكرة الأرضية أو في نصف الكرة الأرضية الشرقي فقط، صح. مستر أحمد أنت قلت لنا لا، أنا ما قلتش الشرق، أنا اتكلمت عن شمال وجنوب، قلت لك هي تلت في الشمال وتلت في الجنوب، إنما شرق وغرب فهي بتقع في نصف الكرة الأرضية الشرقي، لأن معظم أراضيها بتقع في نصف الكرة الأرضية الشرقي. طيب ركز معايا، ادي كده بالنسبه عندي للموقع الفلكي والموقع الجغرافي. تعالى دلوقتي نعرف مع بعض اهميه الموقع ده اصلا. بصراحه احنا عمالين نهري في الموقع. هو انا ما وجه الاستفاده من ذلك الموقع؟ طب تعالى نعرف مع بعض واحده واحده. بص يا فندم، والله قال لي عندي موقع قاره افريقيا سواء فلكي او جغرافي، فالموقع ده له 3 اهميات: اهميه استراتيجيه، اهميه اقتصاديه، اهميه حضاريه. وخلي بالك من شيء مهم جدا، الاهميه الاستراتيجيه والاقتصاديه الاثنين مشابهين لبعض. ليه؟ هتشوف دلوقتي. لان لو جيت ابص على الاهميه الاستراتيجيه قال لي والله يا فندم ده قاره افريقيا عندي بتطل على ممرات مائيه هامه، دي اللي احنا قلناها فوق اساسا، اللي هي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب، وزود عند سعادتك قناه السويس. طيب اما اجي ابص بقى على الاهميه الاقتصاديه، قال لي الاهميه الاقتصاديه عندي بتتقسم لحاجتين: اهميه جغرافيه واهميه فلكيه. طب لما اجي ابص على الاهميه الجغرافيه، انا لسه قايل لسعادتك فوق يا فندم انها بتطل على ممرات مائيه هامه. فلما يجي يسالك الاهميه الجغرافيه بتاعت قاره افريقيا ايه، قول له يا فندم تحكمها في اهم طرق الملاحه العالميه. ايوه يا فندم، ما هو انت الثلاث طرق اللي قدامك دول او ال3 ممرات اللي قدامك دول سواء مضيق جبل طارق او باب المندب او قناه السويس، ال3 بتعدي منهم تجاره العالم كله. فحضرتك لما اجي اقول لك اهميه موقع قاره افريقيا جغرافيا، فانت تقول لي تحكمها في 3 طرق ملاحه عالميه، وكلمه ملاحه اي تجاره عالميه. طيب الموقع الفلكي، لو تفتكر يا فندم في الموقع الفلكي وانا بشرحه لك من دقيقتين بالظبط فوق على الخريطه، قلت لك ان قاره افريقيا عندي فيها دوائر عرض كتير وخطوط طول كتير، وده هيؤدي الى ان المناخ عندي متنوع وفي نفس الوقت التوقيت. فلما تيجي تتكلم عن اهميه الموقع فلكيا، قال لك يا فندم والله ادى الى تنوع المناخ، وبالتالي هيتنوع عندي النبات الطبيعي. ما هو مش كل النبات بيحب الجو الحر، ولا كل النبات بيحب الجو المعتدل، ولا كل النبات بيحب الجو الساقع. في نفس الوقت تنوع الحيوانات، ما هي البيئات اللي بيعيش فيها الحيوانات طبعا بتبقى مختلفة. ورقم 3 تنوع المحاصيل الزراعية.
الحاجة اللي هزرعها في درجة حرارة شديدة مش نفس الحاجة اللي هزرعها في درجة حرارة معتدلة، مش نفس الحاجة اللي هحتاج كميات مية كبيرة عشان أزرعها، مش نفس الحاجة اللي هحتاج كميات مية قليلة عشان أزرعها. طيب، آخر حاجة في الأهمية عندي دلوقتي وهي الأهمية الحضارية. بص يا فندم، قبل ما أكلمك عن الأهمية الحضارية فحضرتك لازم تكون عارف حاجة مهمة جدا. أي قارة في العالم الحضارات اللي قامت فيها بتعمل لها وزن بين قارات العالم التاني، ودي حاجة حضرتك انت مش قادر تستوعبها. حضرتك لما بتسمع عن الحضارة المصرية وتلاقي الناس بتبدأ تفتخر بيها، انت مش فاهم ده معناه ايه. معنى ان القارة دي فيها حضارات قديمة او ان الدولة دي فيها حضارة قديمة، فمعناها يا فندم ان الدولة دي موجودة من زمان وده بيديها وزن ضمن دول العالم. لو القارة فيها حضارات قديمة كتير فده بيديها وزن ضمن دول العالم، لأن بالتالي عندها آثار كتير، لأن بالتالي عندها تاريخ قديم، وبالتالي تعرف تعمل تاريخ حديث، فده طبعا بيديها وزن، بيديها وزن كبير جدا. طيب، تعال اما نبص كده على الحضارات اللي قامت في قارة أفريقيا. قال لك والله الحضارات اللي قامت في قارة أفريقيا كانت كتير جدا، بس عندك دلوقتي أهم أربعة. عندي الحضارة المصرية القديمة دي طبعا كانت في مصر مش محتاجة. عندي حضارة تانية اسمها حضارة كوش، دي كانت تحت مصر في الجنوب في دولة السودان. عندي حضارة اسمها حضارة إكسيوم أو إكسيوم، دي موجودة عندي في إريتريا وإثيوبيا. وعندي آخر حضارة عندي اتذكرت معانا في المنهج دلوقتي وهي حضارة قرطاج، ودي كانت موجودة في تونس. خلي بال حضرتك الأربع حضارات هتاخدهم بالتفصيل في الوحدة الثانية. طيب مستر احمد، احنا عمالين نقول حضارات حضارات حضارات، طب يعني ايه حضارات اصلا؟ يا فندم والله بص، الحضاره دي هي الانتاج الثقافي، وكلمه ثقافي هنا يعني حاجه من تفكير العقل البشري، حاجه ما تقدرش تلمسها بايدك. هو الانتاج الثقافي زي العلوم، زي الفنون، زي القيم، زي العادات والتقاليد، كل دي ثقافه شعوب. هل حضرتك لو قلت لك دلوقتي امسك العادات والتقاليد بايدك هتعرف تمسكها؟ استحاله. حضرتك قلت لك انا عندي قيمه الصدق، هات الصدق امسكه، مش هتعرف تمسكه ازاي؟ عشان كده اسمها قيم ثقافيه في العقل فقط. بس الحضاره مش قيم ثقافيه او انتاج ثقافي بس، ده كمان انتاج مادي، زي القلاع، زي الحصون، زي القصور، زي المباني الاخرى. عندي مثلا لما اجي ابص على الحضاره المصريه هتلاقي في اهرامات، ودي كده انتاج مادي، حاجه اتبنت عشان تعرف الناس ان كان في حضاره هنا. وحضرتك اكيد بتعرف تلمس الاهرامات، يعني ما هي اسمها انتاج مادي عشان حاجه تقدر تلمسها بايدك. انما انتاج ثقافي حاجه من تدبير العقل البشري وتفكيره، موجوده جوه عقله، حضرتك ما تقدرش تلمسها بايدك لكن تقدر تشوفها في افعال اللي قدامك. زي مثلا عادات المصريين القدماء، عاده التحنيط، تمام؟ عادات مثلا ان حصلت مشكله كبيره جدا في مصر القديمه لما حتشبسوت كانت بتتولى الحكم. ليه؟ قال لك اصل يا فندم ما ينفعش يمسك حكم مصر امراه، ده عيب في حقنا. دي كلها عادات وتقاليد. حضرتك مثلا زي ما قلت لك من شويه، انا عندي قيمه ما معينه، قيمه مثلا حب العلم. هل انت تقدر تلمس قيمه حب العلم دي بايدك؟ لا. اذا دي حاجه ثقافيه في دماغك. انما لو قلت لك مثلا ان انا بنيت قصر كبير جدا عشان يخلد ذكرايا، ده كده اسمه انتاج مادي، حاجه تقدر تلمسها بايدك. طيب، من 10 دقائق بالظبط قلت لسعادتك ان اللي بيربط قاره اسيا بقاره افريقيا في رابط بري بينهم غير مضيق باب المندب. قلت لك انت عشان تسافر من قاره افريقيا لقاره اسيا عن طريق مضيق باب المندب فانت محتاج سفينه، انما في طريق تاني بري بيربط بينهم وهي شبه جزيره سيناء. وشبه جزيرة سيناء عندنا هنا مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ والله لأن شبه جزيرة سيناء عندي ليها أهمية حضارية وليها أهمية استراتيجية. ليها أهمية حضارية وده عن طريق إن شبه جزيرة سيناء عندي ساهمت في انتقال الحضارة عن طريقها، وبعض الثقافات انتقلت عن طريقها من آسيا لأفريقيا زي الحضارة الإسلامية. تمام. الفتح الاسلامي لمصر تم عن طريق شبه جزيره سيناء. سيدنا عمرو بن العاص مر من مدينه العريش في شبه جزيره سيناء عشان يفتح مصر ويحررها من البيزنطيين. وفي نفس الوقت بعض القبائل العربيه اللي كانت بتتعرض للتعذيب في اوائل الدعوه الاسلاميه لما كانت بتهرب من اسيا كانت بتروح افريقيا عن طريق شبه جزيره سيناء، كانوا بيتوزعوا على افريقيا كلها خاصه الجانب الشرقي يعني. طيب، طب دي الاهميه الحضاريه ساعدت في انتقال الثقافات. ما هي الثقافات، ما انا بدات اشوف المسلمين بيتعاملوا ازاي واقلدهم،
وده طبعا قبل دخول الاسلام بشكل كامل لافريقيا، وده ساعات في انتشار الاسلام في افريقيا وهنعرفه مع الوقت. طيب الاهميه الاستراتيجيه ايه بقى؟ قال لك يا فندم بص، مصر تعرضت عبر تاريخها للكثير من الحملات العسكريه من شبه جزيره سيناء. يعني كان بيخش لك المحتلين زي الهكسوس، زي اسرائيل، كان بيخش لك المحتلين والحملات العسكريه من شبه جزيره سيناء. عشان كده شبه جزيره سيناء مهمه جدا للحفاظ على امن مصر بشكل خاص وافريقيا كلها بشكل عام، لان مصر من اقوى الدول في افريقيا. وكده تبقى دي المحاضره الاولى معانا، اتكلمنا فيها عن شبه جزيره سيناء، واتكلمنا عن موقع قارة أفريقيا الجغرافي والفلكي وأهمية ذلك الموضوع. إن شاء الله المحاضرة الثانية هنتكلم فيها عن الكشوف الجغرافية والخريطة السياسية. أتمنى تذاكر معايا واحدة واحدة، وإن شاء الله لو في أي مشكلة أقدر أحلها لك، وتقدر تتواصل معايا من خلال الرقم اللي في الديسكريبشن. كان معكم مستر أحمد السيد، سلام.